دهون بطنك مضايقاك وعايز تخسس دهون بطنك بسرعه، تعمل ايه؟ رقم واحد، اول حاجه الاوفر تريننج. ابعد عن التمرين اللي بحمل زايد. بشوف ناس تروح الجيم تقعد من الصبح بالليل فاكر ان كل ما هيقعد في الجيم ويعمل تمرين اكتر كل ما هيخس اكتر. او النوع الثاني انه بص تلاقيه عمال يدي في اوزان ويحمل في اوزان ويقطع في الاربطه بتاعته وفاكر ان هو كده هيخس اكتر، وهو كده هتجيب له نتيجه عكسيه وممكن يزيد. كل الحاجات دي بترفع الكورتيزول بتاع الجسم وده بيخلي جسمك يخزن دهون اكتر. تاني حاجه بقى يا سيدي السكريات الاحاديه اللي سريعه الامتصاص السهله كده، بص كوبايه عصير سريعه فيها شويه سكر، حته بسبوسه، حته كنافه، كل ده بيروح رافع لك الانسولين بسرعه ويخلي جسمك يخزن دهون ناحيه البطن والوسط. ثالث حاجه بقى الناس اللي تقول لك انا ما بعرفش ابلع الاكل الا بالصوصات زي الكاتشب ومش عارف ايه والمايونيز والكلام ده كله، كل الحاجات دي مليانه سكر. الكاتشب بالذات اللي بيتحط في كل السندوتشات ده مليان سكر، هتبص تلاقي جسمك بيرفع الانسولين معاك ويزود لك وزنك والبطن والكرش يضرب. ودايما حاول تستخدم الحاجات الطبيعيه اللي موجوده عندك في المطبخ اللي موجوده حوالينا، زي القرفه زي الزنجبيل زي الكركم، كل ده موجود عندنا في المطبخ. وفي حاجه حلوه قوي موجوده وتعتبر كنز للناس، عندك البنجر مع ورق الخرشوف، وده من الحاجات اللي بتحسن الحرق في جسمك، تعالج الانيميا، تحسن من الدوره الدمويه، بتعمل حاجات كتير قوي. واللي مش عارف يجيب الاعشاب دي موجوده في شكل مكملات غذائيه، اعمل شير على الانبوكس او اعمل شير على الرسائل عندي وهبعت لك اسم المكمل.